أهلا بيكم. ده بودكاست بسيطة، المكان اللي بنقف فيه لحظة بعيد عن دوشة الدنيا، وببساطة هنقرب من مشاعرنا من غير توتر ولا ضغط، لأن كل شعور صعب جوه رسالة وجانب إيجابي إحنا مش شايفينه. أنا نور رجب، معلقة صوتية، وظيفتي إني أحول الكلمات المكتوبة لصورة من الخيال جوه فكر اللي بيسمعني، وحبيت أستخدم صوتي عشان أوصل رسالتي، عشان نشوف الدنيا بشكل أجمل، وده من فهمنا لمشاعرنا صح. والمشاعر اللي بنسميها سلبية هنحولها لطاقة تساعدنا مش تعطلنا. يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة، الحسد الحلال. في مشاعر كتير ممكن تدخل قلوبنا واحدة واحدة من غير ما ناخد بالنا. تبدأ إحساس بسيط وتتحول مع الوقت لواحد من أخطر أمراض القلوب، الحسد. مش دايما بنبقى ملاحظينه ولا معترفين بيه، وساعات كتير بننكره. في ناس تانية بتبقى حاسة وقصدة، بس احنا هنا مش جايين نحكم على حد، لأن أي إحساس حتى لو كان سلبي ورا سبب وحكاية. قبل ما نحكم على نفسنا وقبل ما نجلد ذاتنا، لازم الأول نفهم إن الحسد مش دليل إنك شخص سيء. الحسد غالباً إنك بتتألم. خلينا نقرب من الفكرة واحدة واحدة ونفهم الإحساس اللي جوانا ده اسمه إيه، وأي نوع من أنواع الحسد بالظبط، لأن الحسد مش درجة واحدة. ده بيتدرج من إحساس طبيعي ومقبول لحد أخطر إحساس ممكن يدمر القلب والإنسان نفسه. أول درجة اسمها الغبطة، وده اللي بنسميه الحسد الحلال. إنك تشوف نعمة عند حد تفرح له وتقول يا رب ارزقني زيه، من غير ما تتمنى النعمة دي تزول عنه. تاني درجة هي الحسد بمعناه المعروف، وده بيبقى إحساس بالألم والضيق. إنك تشوف نعمة عند غيرك وتتمنى إنها تروح من عنده حتى لو ما جاتلكش انت. إحساس مؤلم بيأذي صاحبه قبل أي حد. أما أخطر درجة فهي الحقد، وده أسوأ أنواع الحسد على الإطلاق، لأن صاحبه مش بيتمنى زوال النعمة بس، لأ، ده كمان بيسعى يأذي ويفكر إزاي يضيع النعمة دي من إيد غيره. عشان كده الفهم هنا مهم. لما نعرف إحساسنا اسمه إيه وجاي منين، ساعتها نقدر نواجهه ونبدأ نعالجه قبل ما يتحول لمرض في القلب. طيب ليه الإحساس ده ممكن يظهر؟ من الناحية النفسية، الإحساس ده غالباً بيبدأ من المقارنة. إنك تفضل تشغل نفسك بغيرك وتشوفهم وصلوا لإيه أو معاهم إيه، وتقارن ده باللي عندك، فتحس إنك أقل أو متأخر. مع المقارنة دي الثقة في النفس بتتهز، ويظهر إحساس إنك مش كفاية أو إن في حاجة ناقصة جواك. الإحساس ده بيبقى خليط مشاعر تقيل زي الغضب والغل والزهق، وبيكبر أكتر لما يبقى جواك رغبة أو أحلام نفسك تحققها، بس دايما بيقنع نفسه إنه بائس وعمره ما هيعرف يحققها، فبيحس بضغط داخلي وتعب نفسي. في الحقيقة أنا مشفقة على الشخص الحاسد، لأنه مش واخد باله بيعمل إيه في نفسه. بيوقع نفسه في حاجات خطيرة جدا، وأخطرها إساءة الأدب مع ربنا من غير ما يحس. لما تحسد كأنك بتعترض جواك على حكم ربنا، وبتقول ده مش عدل، ليه هو عنده وأنا لأ؟ كأنك نسيت إن ربنا هو اللي قسم الأرزاق، هو اللي ادى النعمة دي بمشيئته وحكمته. وسبحان الله، الحاسد بيتعاقب على إحساسه قبل ما حتى يعمله. التعب اللي بيحس بيه، والقهر اللي بيقطع قلبه كل ما يشوف حد في نعمة، والضيق اللي بيعيش فيه من غير سبب واضح، كل ده في حد ذاته عقاب. الحسد ما بيأذيش غير صاحبه، بيحرمه من الراحة ومن الرضا ومن السلام الداخلي، وبيخليه عايش طول الوقت في وجع ومقارنة. مشاعر الحسد إحساس إنساني طبيعي، وكلنا بنمر بيه في مراحل مختلفة في حياتنا. الفكرة مش في الإحساس نفسه، الفكرة في إزاي نتعامل معاه ونواجهه صح. إحنا مأمورين إننا نبعد عننا الشعور ده بكل ما أوتينا من قوة، ومطلوب نعرف إزاي نسيطر عليه.
لازم نفتكر دايما إن كل واحد ليه رحلته وليه وقته وليه طريقه الخاص، ومفيش حد متأخر ولا حد سابق، كله بيمشي في توقيته. لما تركز على حياتك انت وعلى تطورك وخطواتك، هتلاقي نفسك بتقرب أكتر من أحلامك اللي بطبيعة الحال هتوصلك للراحة والسلام الداخلي. والحسد اللي تعترف بيه وتحاول تسيطر عليه، ده في حد ذاته أول خطوة حقيقية في الوصول للحسد الحلال. وخطوة الاعتراف مش إنك تعترف للناس، اعترف لنفسك وقول بهدوء: أنا حاسس بالغيرة ومش عيب أقول كده. لحظة الصدق دي مش بتكسرك، دي بتفتح باب الوعي. بعدها اسأل نفسك سؤال واحد: أنا حاسس بكده ليه؟ مش ليه هو نجح. أنا محتاج إيه ومش واخده؟ يمكن محتاج تقدير، يمكن محتاج فرصة، يمكن محتاج إحساس إنك كفاية. وهنا الحسد بيتحول من عدو رسالة بتقولك بص جوا نفسك مش براها. جرب تعمل حاجة بسيطة كل مرة تحس فيها بالحسد. بدل ما تلعن النعمة اللي عند غيرك، اطلبها، قول يا رب ارزقني زي ما رزقته. الجملة دي بتغسل القلب. مع الوقت هتلاحظ إن نجاح غيرك مش تهديد ليك، ده دليل إن الطريق موجود وإنك ممكن تمشيه. ولأن القرب من ربنا هو الأساس، ادعي ربنا يبارك في الحاجة اللي حسيت ناحيتها بحسد، وآمن إن الرزق بإيده وحده وهو اللي بيقسمه بحكمته. اطلب منه الرضا، مش الرضا المزيف، الرضا الصادق. إنك تبص لحياتك وتقول أنا عندي حاجات حلوة بس ما تعودتش أشوفها. وكل واحد فينا عنده نعم حد تاني ممكن يحسده عليها. ويمكن أعظم نعمة إنك تكون واعي بمشاعرك وتحاول تصلح مش تأذي. حاول كمان تبقى أحن على الناس. فرحك بنجاح غيرك زي ما تحب الناس تفرح لنجاحك بيكسر الإحساس ده من جوه. فكر في التعب والطريق اللي عدوا بيه عشان يوصلوا، وشاركهم فرحتهم. هتحس إن قلبك أهدى. وأخيراً خفف عن نفسك الحاجات اللي بتستفزك وتساعد إن الشعور ده يظهر. واختار حواليك ناس وبيئة تشجعك وتطمنك. سامح نفسك إنك ضعفت، سامح نفسك إنك قارنت، سامح نفسك إنك حسيت الشعور ده. أنت مش مطالب تكون ملاك، أنت مطالب تكون صادق. وقول لنفسك بهدوء: أنا إنسان وبحاول، وده كفاية. لو الكلام ده لمس حاجة جواكم، لو حسيتوا إن في مشاعر كنتوا محتاجين تسمعوها من زمان، تابعوا بودكاست بسيطة وساعدونا نوصل لناس محتاجة تسمع الكلام ده زينا. رحلتنا لسه في أولها، رحلة تصالح، فهم، هدوء، رحلة نرجع فيها لنفسنا. وافتكر دايما إنك تحب نفسك لأنها تستاهل إنها تتحب.